السلام عليكم، اهلا بكم في قناتي سويت اند صور مع رنا. يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هنعمل فطار سهل بسيط كده، يعني اقل من نص ساعه هتكونوا مخلصينه باذن الله. فراخ مشويه على البوتاجاز يا جماعه، رهيبه بمعنى الكلمه. احنا كل اللي عايزينه دي فرخه انا جايباها كيلو 600 جرام، خدت معايا ربع كوبايه من ميه البصل، ربع كوبايه من الخل، ربع كوبايه من عصير الليمون، واخده معايا معلقه كبيره هرميه من الملح، وكمان حطيت عليها معلقتين كبار من باربيكيو، ممكن تشيلوه بس براحتكم طبعا. وحطيت عليها معلقه صغيره هرميه من الصلصه بتاعه البرطمانات، رشه من الفلفل، ممكن كمان نزود كوبيبه صيني، ممكن كمان نزود عليها بهارات اللي هي بهارات الشوي، ممكن نزود عليها كمان قرفه، قرنفل، جنزبيل، يعني الحاجات اللي ايه بتدي تاتشات كده زي ما انتم عايزين. لكن انا قلت لكم اللي انا استخدمته بس. تمام. ممكن جوز الطيب كمان زي ما انتم عايزين. ادي الفرخه جايباها مفتوحه من الظهر، او انتوا تفتحوها من الظهر زي ما انتم عايزين، وبحاول اسلك الجلد كده حاجه بسيطه عشان هبتدي بالسكينه ادخل السكينه واعمل فتحات من جوه الجلد نفسه ومن كمان من اللحم، وابتدي انغزها بقى كده عشان انا عايزه التتبيله تدخل كلها جواها. بصوا شايفين المنظر؟ اجيب بقى عند الدبوس كده اهو وابتدي اكسر عشان ما تتعبنيش في السوا وما تبقاش فيها حته فيها دم ولا اي حاجه خالص. انا بس ببتدي بقى ايه، يعني ايه، اكسر الحاجات اللي فيها المفاصل دي علشان تستوي معايا كويس جدا. تمام. جبت بقى اهو، بصوا بالسكينه اهو فصلت، حاولت افصل الجلد قد ما اقدر، طبعا لو عندنا حقنه هتفرق جدا معانا. وطبعا حطيت في الخلطه كمان زيت، معلش انا نسيت اقول، كله هتلاقوه مكتوب يعني. واهو ابتدي انغز بقى من كل حته، وامسك بقى الخلطه بتاعتي كده اشبعها بيها. طبعا الفراخ بتبقى سهله ان هي تمتص على طول التتبيله، يعني معاكم من ساعتين لحد ليله، بس طبعا كل ما هتقعد ليله كل ما هيبقى الموضوع احسن بكتير جدا. اللحم هيبقى دايب اكتر، هيبقى متشرب اكتر، التتبيله هتبقى ظاهره وواضحه. فطبعا دي حاجه ترجع لكم انتم. اهو شايفين؟ خلاص كده انا بقى ظبطت كل التتبيله بتاعتها اهي. ويعني ممكن يعني بالليل نسيبها كده مثلا ونقلبها الصبح الناحية التانية برضه تشرب من التتبيلة، او لو احنا هنعملها في نفس اليوم فكل ساعة ولا ساعتين كل ما نفتح التلاجة نجيب حاجة نقلبها بس كل شوية عشان تبقى التتبيلة شاربة من كل حاجة. تمام. جبت بقى صينية سخنة جدا جدا، سخنتها كويس قوي، او طاسة اي حاجة متكونش بتلزق، وحطيت معلقتين زيت واديتها صدمة. بصوا اللون ده زي ما انتم عايزين، بس النار تكون عالية جدا، والطاسة بتاعتنا او الصينية تكون سخنة جدا، ونديها الصدمه بتاعتها. بصوا اللون الحلو يا خبر، انا عايزه اقول لكم ان ريحه التتبيله اصلا كده كانت مفحفحه جدا، كانت رهيبه بجد. حلو الكلام. انا هديها بقى صدمه من الناحيه التانية برضو، دي خدت معايا بالظبط على نار عاليه 5 دقايق. تمام. على العين رقم 3 بتاعه البوتاجاز، 5 دقايق بالظبط. بعد كده هبتدي اديها من الناحيه التانية. بصوا اللون اهو، شايفين كانها معموله على الفحم. طبعا لو هتحطوا فحمه كمان يبقى بصوا محدش هيصدق ابدا انها معموله على البوتاجاز. خلاص خدت مني اللون كده بتاعها تمام، هروح نازله بقى ايه ببقيه ميه التتبيله. ودي اختياريه، هو الطبيعي ان احنا ما بنحطش، بس التتبيله هتخليها كده ايه، متنغنغه اكتر. هحط بقى ميه التتبيله كده واغطي بقى بغطا او بفويل او اي حاجه، وهدي خالص زي تسويه الرز تلت ساعه بالظبط، وهتلاقوها مستويه معاكم. بصوا دايبه دوب بمعنى الكلمه. بصوا انا اصلا على ما نقلتها من الصينيه عشان احطها على الرز كانت مش مستحمله. اشوفكم في فيديو تاني. سلام عليكم.